يا جماعة الخير، اليوم رجعت لكم بحلقة جديدة بسلسلة جديدة عن لعبة عصر الحضارات. اللي بيده أنزل نسخة عن كيف يحملها. خليه يشترك في القناة، يوصل القناة ذي فوق أبي فوق 20 مشترك. هذا أقل طلب تقريبا حتشوفوه. طبعا أبيكم يعني تفجرون مقطع الاشتراكات. أي واحد يعني على قد اشترك، وش أنت خسران منه؟ أنت ما راح أنت لا دائما تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات هاي الشيء، ما راح تخسر حاجة طبعا. ما راح تخسر من عمرك، وجرب ما راح تنكهرب ولا راح يصير لك حاجة. طبعا أول شيء راح نلعب في ذا الوقت اللي فيه فلسطين متحررة، ونحاول لا ما راح نلعب بالعراق تقريبا. انا ما ادري، انا متوتر توني بادي مش فاهم حاجة، فما مخطط اي شيء. انا قاعد اقول خلينا نلعب عشوائي. انا تقريبا راح العب في طبعا هني احلى مود عشان وشو في توابع، يعني تقدر تحط التوابع بسهولة، لان توابع اسهل شي تقدر تحطها. يا اما راح اختار طبعا اختار فرنسي، لا راح اختار فرنسا او روسيا، سوريا. لكن وشو في عصبة الاحتلال الفرنسي. وش راح نسوي اول ما ننزل؟ اول ما راح نستثمر نمر الدورة، دورتين، 3، 4. خلاص راح نعلن عليهم الحرب. خلاص راح نعلن سلام من شو الوقت عشان نستقل منهم. ان شاء الله يقبلون، يعني ما حسبت حساب انهم يرفضون. الو شباب، راح يحتلوني، انقذوني. كيف الحين تورطت فيها؟ اوكي العالم الحين كله يحاربني صح؟ تقريبا ما زال هو رفض. طبعا راح نبدي كأساس احنا ثورة، وذا احسن لنا ولكل الناس، عشان اول من لما نبدي بثورة راح يصير موضوع اكثر حلو، راح يصير موضوع احلى بكثير. اوكي انا احس انهم حيدخلون، حيحاولون يدخلوني. وش ذا؟ اوله اوكي خلنا ننزل هنا عشان نقدر نصد. اوف تخيل قديش احنا صدينا جيش. لا خلص بهني 4000 جندي. اوكي خليه هني يصدون. اوكي طبعا الحين احنا خاسرين 1400، وما شاء عليهم خسروا 1600. بس يعني المفروض بعد في دولة خسرانة كمان، اللي هي تابعة. اوكي الحين اقدر نعلن او السلام. اوكي اول شي وش راح نسوي؟ كون الحين ان فلسطين راح تحتل بعد سنة بعد 4 سنوات، خلنا نحاول ان احنا نحتلها بسرعة قبل لا يتم احتلالها من قبل بريطانيا العظمى، او بريطانيا السخرية. هاها اوكي. لا 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 عمي، ليش انا بغلط نكس بالغلط. ربي بالغلط نكس ذا. اوكي نو بروبلم، سهلة. معروف الجيش الفلسطيني ضعيف، لان اقل شيء عندهم الابحاث. اوكي يعني مبينة، بس شوفوا يعني شوفوا ابحاثهم سخرية. يعني شوفوا ابحاثهم 45، ذي سخرية تعتبر، يعني مش ابحاث، تعتبر سخرية. وش الخمس أو وش 45 ذي سخرية، يعني ذي كمية قليلة جدا. اوكي بعد ما احتلينا فلسطين بكملها، ما شاء الله على قوتنا، اكيد راح نقدر ناخذ اراضي كثيرة من هالعاصمة، او اخذناها كلها اصلا. اوكي حلو، يعني الحين اعلنا استقلالنا واربحنا اراضي كثير بالزاد. والحين يعني معروف بعد خمس سنوات تقريبا راح تاخذ من ذي جزء تركيا ذي. يعني وشو احنا كذا قاعد نكسب كثير شغلات. وش راح اسوي هني؟ راح ازيده شوية عشان وش يزيد عدد تعداد سكاني كمان. هاي يزيد تعداد سكاني عشان احنا نبي تعداد سكاني يكون كثير، عشان لما نفكر نسوي صناعة. اوكي احنا لما نفكر نسوي صناعة زي كذا راح تزيد صناعتي. اوكي مبين الحين دول عربية يبون يحتلون ما عدا العراق. فوش راح نسوي؟ اول شي تقريبا راح اوكي السعودية احتمال راح تحاربني، وهي وذي. اوكي الحمد لله ذي تابعة، عشان لحظة اذا الحين حاربتني ذي بريطانيا باكملها بعرفها حتحاربني.
طبعا شوف هذا تقريبا راح يصير 4 أجزاء، عشان معروف إني ما راح أقدر ألحق أحتل أكثر من دولة بهذا الوقت البسيط الصغير. خلنا نقص ذي 0 عشان يعرف راح ينقلب ثورات خاصة من ذي الشعب. طبعا إيش اسمه، الحين لازم ناخذ حذرنا من ذي. صح هي دولة صغيرة لكن احتمال تلقى جندت 2000 وتحتلني. أنا الحين عندي أول ما احترس من راح تنزل 2000، فاحتمال تزيد بعد 10,000 كذا. صح تعداد السكان أقل، بس احتمال تلقى جنة تسوي تجي نظام، يعني كل محافظة جنتها وتنقل عاصمة وتحارب تحتل عاصمتنا. كذا راح ينقص من عندنا 300 عاصمتنا ذي سعرها، لا مو 300، 590. يعني عاصمتنا يجيب كثير فلوس عشان هي أكثر دولة أصلا عندنا. أوكي طبعا العراق تعداد سكانه أكثر منا صح؟ لا هو أكثر منا بكثير. يعني إحنا الحين ما نقارن بتعداد سكان العراق. فالحين وش راح نسوي؟ تقريبا أوكي احتمال راح أحاول إني أحارب الأردن وأوحد الشام بأكمله. بس أنا ما أعرف كيف راح أوحد الشام بالرغم إن اقتصاد يعني ضعيف. أقدر أسوي كذا، شوفوا أقدر أنزل كذا، بس أنا بتعداد سكاني والصناعات عندي تصير كثيرة. يعني أول ما أفكر أسوي كذا على طول يمتلي محافظات كلها اسم صناعات. أيوة كذا شوفوا الحين يشوفوا. أوكي 200 شو قاعد يزيد تعداد صناعات عندي، وكمان سكان 320. أوكي قاعد يزيد كمان بس بشكل مو ملحوظ عشان قاعد ننقص تعداد استعمالها. أوكي كذا. أوكي خليه سالب عشان اقتصادنا يتحسن. عشان إذا صار سالب يعني وقدرت تتجاوز هاي المرحلة وفلوسك بقى زايدة، راح يزيد اقتصادك بشكل مهول. أوكي 324. راح نقدر ناخذ قروض من كل محافظة ونقدر نحارب ذي الأردن ونحتلها ونوحد الشام. بس يخوفني إن الدين يعني ما أقدر أوفر الدين احتمال، يعني راح ينقص اقتصاد بلدي إذا أخذ ديون من المحافظة. أوكي الأردن أكثر. طبعا الحين راح أحاول إني أقوي اقتصادي عشان تعرفون إني اقتصادي فاشل بالسالب. فراح أسوي كذا عشان تعرفون نحتاج نزيد شوي الاقتصاد. فالاقتصاد مهم يعني. فيعني أنا ما أشجعكم إنكم تسوون كذا، أنا ما أخليكم تحملون مود أو أعطيكم الرابط، لكن يعني أحسن إشي إنكم كذا تسوون يعني. بس يعني بالرغم من شي اقتصادك احتمال ما راح يتحسن بكثير، راح يتحسن شوي. شوفوا الحين تعداد السكان بده يزيد بس بشكل أقل بكثير. 30 هاي لأني زيدتها قبل شوي يعني. أشوف الحين قاعد يمشي قليل. شوف أوكي 300. أوكي فوق قليل يعني قاعد يمشي كذا فوق 100، بس قبل شوي كان 250 أو أكثر. أوكي الحين بعد ما صار عندي اقتصاد كبير راح أحاول إني أزيد الصناعات بالبلد عشان بلدي بنية أو صناعته قليلة. البلد صناعته جدا قليلة. أوكي خلصت فلوسنا. أوكي خلاص أوكي آخر محاولة خلاص انتهت الفلوس. بعد ما حسنا اقتصاد بنية تحتية لأكثر من محافظة. الحين راح تخلص دي المحافظات. بعد ما خلصنا ذي بنية أو الصناعات أقصد آسف الصناعات احتمال يعني الحين صار اقتصادنا أحسن. الحين وش راح أسوي؟ الحين راح أسوي أسوي تعليم، دورات تعليمية وكذا وبنايات. عشان وشو؟ عشان يجي تعداد السكان بشكل كبير. يعني أول ما أروح ذي المحافظة أجند كل فلوسي راح يجيني ضعف الجيش. طبعا احنا بحثنا 45 عشان ما أهتم بالبحث كثير، بس لازم نهتم بالبحث كمان. عشان إذا ما اهتمنا بالبحث كثير وش راح يصير؟ راح يقل كذا يعني لما يهاجمونا. يعني إذا إحنا 2000 وهم 500، فاحتمال يعني من قلة بحوثنا إذا هم بحوثاتهم بالثمانينات إذا هاجمونا راح يفوزون علينا.
فلأن البحوثات راح تطور الأسلحة، تطورها تخليهم أقوى، وكمان راح تزيد قوة تدريب الجيش. شوفوا الحين ترتيبنا صار 48. العراق أكثر منا بالرغم إحنا أوكي يعني تعداد السكان كثير وصناعات أكثر. الحين إذا قنعنا إذا قدرنا نحارب شو دي الدولة راح يزيد صناعة، راح يزيد اقتصاد. اوكي لا الحين انا حنقص ذي عشان مش هالدرجة ابي ازيد بحوثاتي. ابي ازيدها صح بس مش هالقد، عشان كمان ابي اقتصاد عشان ابي احارب. اوكي اول جزء انتهى، لا تنسوا لايك القناة، يلا مع السلامة، وانتظروا الجزء الثاني. اريوس. اوكي اريوس.